السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناة بنت وولد، والذي نعرض فيه لحضراتكم تأثير اللقاحات الجديدة على صحة المواطنين وآراء بعض الأطباء عن هذا الموضوع. صرح دكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي الأمريكية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر انتشارا من السلالة القديمة، وأنه لا معلومات مؤكدة حول استخدام جيلاتين الخنازير في لقاحات كورونا، وأن تطور فيروس كورونا أمر متوقع وكنا نتوقعه كأطباء، وأن زيادة الوفيات بفيروس كورونا بسبب الأمراض المزمنة واستهتار المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس. وأضاف دكتور عبد الهادي خضر أن القيادات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية كالرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض من مساعديه أخذوا التطعيمات أمام وسائل الإعلام العالمي لاطمئنان الناس بسبب تخوف الناس من هذه اللقاحات، وأكد أنه لا صحة لوفاة الممرضة الأمريكية أثناء تناولها اللقاح فيروس كورونا المستجد. كما صرح دكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة أن هذه التطعيمات الموجودة مثل فايرز وموديرنا تغطي هذا التحور الطفيف لهذا الفيروس، وأن التطعيمات عبارة عن قناعات شخصية تخص كل فرد، وبالرغم من أن هذه التطعيمات آمنة وفعالة، وأن هذه التطعيمات قائمة على تكنولوجيا وعلم وفعالة بنسبة 100%. وأكد دائما أن الناس أعداء ما يجهلون، وأن الخوف شيء طبيعي ويجب علينا إعطاء المعلومات الصحيحة عن هذا اللقاح. وأكد أن لقاح فايرز آمن، والصين أعطت تطعيمات للجيش الصيني ومليون مواطن، كما يجب علينا نحن المواطنين أخذ كل المعايير اللازمة للوقاية من هذا الفيروس كورونا المستجد. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.